ما هياش علاقه جديده وما فيهاش جزء من النطاق المجتمعي، لان انا مش محتاج ان انا اناقش حد ولا عايز اناقش حد. لكن انا بحب الشعب ده زي ما بحب اهلي مثلا في الصعيد اكتر، مش اكتر يعني، لكن فيهم اصحاب معزه عندي اكتر من غيرهم من بقيه المحافظات. نفس القصه، حبي للسودان اكتر من غيرهم من اي انسان اخر. انا بعتبر نفسي انا جزء من السودان والسودان جزء مني. مش قصه ما فيهاش كلام يعني. والسودان هو بيحبك وضايع من التفاعل. ما انا عشان كده اروح الجنه بالسوشيال ميديا. ايوه، الشعب السوداني هيحب وهيخش الجنه ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. انور، طبيعه العلاقه والود يعني بيظهر في لطف حتى في الكلام بينكم، في احترام، مع كانه انتوا احترام للسن، وكانوا انتوا قدر بعض. أيوة. في التفاصيل يعني لاحظنا الحاجات دي حتى غير في السوشيال ميديا يعني قبل الهوا كمان. هو ابو جابر يعني زول بسيط، طيبان جدا جدا، قدر زي ما بقولوا يعرف تفاصيل الزول السوداني. يعني في ناس انت ممكن ما تقدر تتعامل معهم، لكن ابو جابر يعني بحكم علاقاته مع السودانيين كثيره، بحكم متابعاته للحياه السودانيه، فقدر يكون قريب من اي سوداني، بيقدر يتفاهم معاه وبيقدر يتكلم معاه بطبيعته، بتفاصيل اللي احنا قاعد نعملها. يعني ابو جابر حس تظهر من البيت بقول لك انا بعرفه، بياكل كسره في البيت، بيمشي هو ساكن فيصل، ممكن يعني تلقاه من دكان سوداني لدكان سوداني لمحلات السوداني. فكل يعني ما اهتمامه هو بشان السوداني كقضيه، هو اهتمامه بالتصور السوداني بصوره عامه. يعني السودانيين بيحبوا شنو، بياكلوا شنو. زول سميع جدا جدا بيسمع لصلاح البلبادي يعني، لدرجه انه هو عارف تفاصيل محمود عبد العزيز كلها، كميه من الفنانين هو عارفهم. فهو اهتمامه ما كالسودان كقضيه، لكن هو مهتم بالسودان كرجعه عامه كده بكل تفاصيل يعني. عشان كده سهل انك تتعامل معاه يعني. وشايفه العربيه بعجبه شديد على فكره. ايوه الفيديوهات احنا كمان متابعين كويس. لا مش العربيه لا بس انا لانه الفيديو كان انت يعني شفتك في فيديو يعني تتكلم عن انه طالب عربيه ولا حتجربه لاول مره. انا تعرضت انا تعرضت الحاله الصحيه صعبه في شهر 9 اللي فات. فكان حصل معايا موقف، بدور على استاذ او دكتور كلى قريب مني، فاخترت اسمه، فخلاص اخترته وحجزت اخر تمام. فبالصدفه رحت لقيت نفسي قدام دكتوره سودانيه. فبقى المشرف على الحاله عندي دكتوره سودانيه.